لو انتوا بتستخدموه في الرالي في الهند، احنا هنطلع بيه الجبل ده بالعند. يلا بينا. يس. 3 صباب 125 سي سي 10.5 هورس باور. يا ترى المعادله دي هتدينا ايه؟ من الحاجات اللي انا بحبها في شغلي ان شركه تيجي تقول لي يا باشا تعالى خد استلم الموتوسيكل، اعمل عليه ريفيو، قول رايك بكل حريه وبكل حياديه ورجعه بعديها ب 10 ايام. انا بحب اقعد ايه شهرين 3 كده. المهم يعني انا استلمت السكوتر ده، عملت بيه حوالي 800 كيلو في اسبوع. دي اللي انا هقوله لكم ده انطباعي وتجربتي من العيوب والمميزات. طبعا كلكم مستنيين العيوب. في البدايه هقول شويه تريكات عجبتني في السكوتر. انا بتكلم عن نفسي، مش هقول احنا البايكرز هايفين. انا كبايكر هايف في تريكات كده صغيره بتفرق معايا، ممكن تكون بربع جنيه، يعني بربع جنيه البان، بس بتبرد قلبي من جوه. تعالوا اوريكم التريكات دي. هاند بريك، عشان لو الموتوسيكل على منزل ولا حاجه تقفش الفرامل اللي قدام بتاعته، فهيمنع ان هو يتزحلق. ده رقم 1. رقم 2 سنادة جيبه. لو معاك حد بيركب بيلبس جيبه بتاع، عندك سنادة جيبه، ده غير السنادة العادية لو حد راكب وراك. الناس عاملين ساعة وعاملين زرار انتظار. زرار انتظار في موتوسيكلات ب 100,000 جنيه ما فيهاش زرار انتظار وما فيهاش ساعة. ساعة وزرار انتظار ومرايه كبيره حلوه تشوف كده قلبك يتشرح. طبعا كلنا لما الفرده اللي ورا بتتخرم بنتذل. ليه بقى؟ لان مش كل بتوع الكاوتش بيعرفوا يفكوا الكاوتش. انا الكاوتش الحمد لله المقص ناحيه واحده، يا دوبك تفك الصاموله تشيل الفرده، سلام عليكم، مش هتعاني في الموضوع ده. واخيرا مديك كل الاوبشنات بقى، حماله نص، حماله جنب، منافله لا قدر الله البطاريه نامت، مالكش حاجه. هنتكلم بقى عن تجربتي الشخصيه لاكتر من اسبوع مع الموتوسيكل ده. طيب انا خدت الموتوسيكل، انتوا عارفين ان انا طريقي كل يوم رايح جاي على الاوسطي، ف يعني للاسف لما بقع في موتوسيكل او سكوتر سي سي قليل يعني بتبقى حظه مش حلو. بس والله في السكوتر ده انا انبهرت من النتائج. رقم 1 عاده السكوترات خفيفه الوزن 150 حتى ال 200 او ال 125 ان وجد يعني في مصر، انه قليل جدا، بيبقى وزنه خفيف. انا فوجئت ان السكوتر ده على السرعات العاليه ثابت، مطبات نقر الهواء، الموتوسيكل ما بيلعبش حتى في السايد وينج الشديده. اللعب بتاعه المعقول جدا زيه زي اي موتوسيكل، مش الهواء بيمطوحني. فانا انبهرت ان الموتوسيكل ده على الرغم من وزنه مش تقيل، بس السسبنشن سيستم بتاعه على السرعات ومطبات الهواء ممتاز جدا. التوب سبيد، كله بيسأل على التوب سبيد. انا منزل فيديوهين توب سبيد في المطالع والمنازل عشان بس ما حدش يقول انت في منزل وفي مطلع، لا انا مدي الظروف الكامله. التوب سبيد هتتراوح ما بين 85 ل 95 في اقصى الظروف واصعب الظروف. يعني لو الهواء في وشك وطالع هيجيب 85، الطريق ماشي وحلو ومظبوط هيجيب ال 95 وهيكسر ال 95 وهيكسر ال 100 كمان لو الطريق كويس ومفيش كمان سايد وينج. فانا جبت بيه شخصيا 110 او 109 على سكوتر 125 سي سي. انا ما شفتش الرقم ده قبل كده. السكوتر ده 3 صباب، يعني الموتور اللي هو الناحيه الثانيه ده 3 صباب. يعني ايه 3 صباب او ايه هو الصباب؟ الصباب ده بتاع اللي عامل زي المسمار، واحد بيدخل الهواء والبنزين وواحد بيطلع العادم اللي طالع. فالفكره بكل بساطه كده وسهوله، بدل ما بيخلوا واحد يدخل هواء مثلا بيخلوا 2 يدخلوا الهواء والبنزين. فالنتيجه ان لما واحد يدخل الاثنين يدخلوا الهواء والبنزين وواحد يطلع، الكفاءه والعزم بيبقى اكتر شويه. فلما الكفاءه والعزم بيبقوا اكتر شويه ده بيسمع في تسارع الموتوسيكل. الموتوسيكل التسارع بتاعه لغايه 60 70 حلو جدا، تركب تقول ده 150، او احنا كان بيضحك علينا ويتقال لنا ان ده 150 وهو مش 150. فانا فوجئت لا السكوتر عافي واجريسيف وحلو جدا، وخصوصا في الغرز الضيقه في الزحمه انت بتحتاج التورك والعزم وان الموتوسيكل يفط. لا الموتوسيكل بيفط وينط، وفي الزحمه حلو جدا والريسبونس بتاعه سريع جدا. المناورات في الزحمه حاسس ان انت راكب عجله. في السرعات العاليه اللين انجل بتاعته ممتازه جدا الصراحه. فالسكوتر اديله 10 من 10 هنا و10 من 10 هنا، لان هو في الزحمه مش متعب، وفي اللين انجل على السرعات العاليه انا فوجئت انها حلوه جدا. ارتفاع السكوتر على الارض عالي جدا، يعني ممكن تطلع بيه على رصيف. السكوتر فعلا ارتفاعه على الارض عالي، على الرغم ان السي سي بتاع الفئه دي غالبا السكوتر بيواطي على الارض، لا الارتفاع على الارض عالي جدا. بالنسبه للفرامل هنجرب، يا ساتر يا رب. فرامل السكوتر ده فيها حاجه غريبه جدا. معظم فرامل السكوتر لما تيجي تفرمل الموتوسيكل بيلعب ورا. الفرامل دي عشان متوزعه 70% قدام و30% ورا، ما بيلعبش اللعبه دي، والفرامل بتاعته حلوه.
مش هنقول لها ما بتوقعش، لما مفيش فرامل عاديه ما بتوقعش، بس ادائها حلو جدا بالنسبه لان ورا فرامل سلك. انا كنت متخوف في الاول ان الفرامل السلك دي هتقلل من قوه الفرامل وادائها، بس الكومباينيشن اللي هم عاملينها ان الفرامل اللي ورا مع اللي قدام حتى لو هي سلك مديه اداء ممتاز الصراحه. عداد ديجيتال، هو مش هيديك ماب عشان بس لو الناس فاكره ان هو هيديك خريطه ويتقلب شاشه، لا هو بيديك بس اسهم يمين، سهم شمال، سهم على طول، نوتيفيكيشن جالك، مسج جالك بتاع، وبيتوصل بالبلوتوث بالموبايل. كتر خير الدنيا ما فيش سكوتر اصلا في الفئه دي في الموضوع ده، بس عشان لو فاهم ان هو هيظهر لك ماب وكده، لا ده ما بيحصلش. واخيرا اهم حاجه القاعده، الكرسي. الكرسي حلو جدا يا جماعه، الكرسي بصراحه حلو، الشلته حلوه سواء ليك او اللي قاعد ورا، القعده مريحه، والسفنج بتاع الشلته كويس، احمدك يا رب. معظم مشاكل السكوترات حتى الماكس سكوتر الكبيره ممكن تلاقي منها سكوتر تيجي تقعد عليه تعمل كده الجادون يخبط فيك، دي مش موجوده هنا. انا جايب اخر الجادون اهو وايدي بتعدي، فده معناه ايه؟ معناه ان هنا الديزاين كان ذكي شويه، رافعين الجادون لفوق ومديك مساحه تحط رجلك. انا مش طويل قوي، انا 177 لغايه 180 185 ممكن تركب على السكوتر ده، زياد هياخده ويجربه وهيقول لنا. بس موضوع الطول بصراحه مفيد جدا ومريح جدا في السكوتر ده. الاضاءه اديها 6 من 10. للاسف من ساعه ما بلونا بموضوع العدادات الفوانيس الليد ده، كله يقول لك فوانيس ليد فوانيس ليد على ان الفوانيس ليد ده احسن حاجه. انا في رايي الشخصي فوانيس الليد مش حلو قوي. في النهايه انطباع عن السكوتر ده سيتي سكوتر داخلي ممتاز جدا، انا ما قابلتش معاه اي مشاكل سواء على الطريق السريع بالنسبه لانه سكوتر، بالنسبه للتوب سبيد بتاعته 105 لما بيجيبها يعني في ظروف كويسه، او في 95 اللي هو العادي بتاعه، او 90، او بالنسبه كسيتي سكوتر الزحمه والمناورات وان هو يبقى اجريسيف، السكوتر ممتاز جدا. الفبر بتاعه حلو، نادرا لما بتلاقي سكوتر الفبر بتاعه ما بيهزش ومتماسك وما بيطلعش اصوات. الناس ركبت السكوتر هيبقوا عارفين الحته دي. فالكونكلوجن بتاعه السكوتر ده كسيتي سكوتر انا شايفه ممتاز جدا. طبعا كلكم مستنيين فقره العيوب، تعالوا بقى. اول عيب المساعدين ناشفه، لان هي المساعدين سبور شويه زي العربيات السبور، فلما دخلت في حتت مكسره فترات طويله وجعت لي ظهري شويه. فالحته دي تعمل بيها حسابك ان انت لو دخلت في حته مكسره فتره طويله ظهرك هيوجعك شويه. تاني عيب هو هايف، بس يعني انت عارفين الحاجات الهايفه دي ليه ما فيش ار بي ام؟ حط لنا ار بي ام، يعني انت عملت بلوتوث وعملت خرايط وعملت ابلكيشن، حط لي الار بي ام معلش. واخيرا هو عيب وميزه في نفس الوقت، موضوع فتحه التانك. الناحيه دي ناحيه الجادون يفتح التانك، الناحيه الثانيه ناحيه الديل يفتح الشنطه. واخيرا فتحه التانك. طيب هي ميزه وعيب. ايه الميزه وايه العيب؟ الميزه انها رحمتك من ان انت تخش ترفع الكرسي او تعمل مفتاح او كده او تطلع لقدام، رحمتك من حته ان انت تنزل من على السكوتر. بس العيب في ايه بقى يا معلم؟ ان ليها اتجاه، فلازم تعملها معامله العربيه، فبخش البنزينه لازم اجي الناحيه دي، المسدس يبقى الناحيه دي، ده رقم واحد. رقم اتنين، لما المسدس بينزل في الزور، بعد اذنك نوريهم بس المددس، لما المسدس بينزل في الزور بيقفل المنظر بتاع الفتحه خالص، فغالبا انا ما فيش مره دخلت فولت فيها غير لما طرطش. ده مش عيب قاتل طبعا، انت بس وانت داخل تفول تعالى الناحيه دي، خلي المسدس الناحيه دي، وقول للراجل بالراحه في الاخر، هو كده كده على بعضه بياخد 5-6 لتر، وربنا يستر طريقكم. طيب وعشان نبقى الصوره واضحه زي ما قلنا لكم قبل كده، السكوتر ده كسيتي سكوتر ممتاز جدا، بس قبل ما تفكر في قرار الشراء اتصل بالوكيل، اسالهم قطع الغير موجوده فين وبكام وانتشارها، وتاكد ان الاسعار دي مناسبه ليك، وساعتها اتوكل على الله واشتري. اهم حاجه تبقى متاكد ان انت مع وكيل محترم وحد بيقدم لك خدمه ما بعد البيع، وده تعرفه منين؟ ان انت تتصل بيهم، تروح تزور مركز الصيانه بتاعهم وتتاكد من الكلام ده. اشوفكم الحلقه الجايه.